الرحيم. المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. مستمعي راديو دارندوكا ام اس 1919 مع صوت شعب دارندوكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعتكم في هذه التغطية الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للغة المثالية والإرث الثقافي. يتقدم راديو دارندوكا بتحنية خاصة إلى أمة المساليد داخل السودان وخارجه، احتفاء بلغة تحمل التاريخ والأجداد وروح الهوية والتراث. فلنحافظ على لغتنا، فهي ذاكرة الشعب وأمانة الأجيال القادمة. نحتفل اليوم بلغة تحمل عبق التاريخ وإرثا ثقافيا يعكس أصالة شعب ظل متمسكا بجذوره وهويته رغم كل التحديات. فاللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي ذاكرة الشعوب وصوت الأجداد والجسر الذي يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. لغة الأجداد أمانة الأحفاد. راديو دارندوكا صوت الهوية والتراث. بلغتنا نحفظ تاريخنا. لغة المساليد ذاكرة لا تموت. تحدث بلغتك واحفظ جذورك. مستمعينا الأعزاء، تمثل لغة المساليك جزءا مهما من التنوع الثقافي، فهي لغة تحمل في تفاصيلها القيم والعادات والتقاليد، وتحفظ الحكايات الشعبية والأغنيات التراثية والأمثال التي تناقلتها الأجيال عبر السنين. هنا راديو دارندوكا من قلب التراث. يحيي راديو دارندوكا اليوم العالمي للغة المساليد في 18 من مايو تحت شعار لغة الأجداد أمانة الأحفاد. تابعوا برامجنا الخاصة وشاركونا التفاعل والرسائل احتفاء بلغة الهوية والتاريخ. إن الاحتفاء بهذه المناسبة هو دعوة صادقة للحفاظ على لغتنا المحلية والعمل على تعليمها وتوثيقها حتى تبقى حية في وجدان الأجيال القادمة. راديو دارندوكا صوت الإنسان والتراث. يجمعنا التراث وتوحدنا الهوية، ونلتقي على مساحات الثقافة وذاكرة الأجداد لنروي حكايات لغة ما زالت تنبض في القلوب وتعيش في وجدان الأجيال. لأن الشعوب التي تحافظ على لغتها تحافظ على هويتها ووجودها. كما أن الإرث الثقافي المرتبط بلغة المساليد من فنون وموروثات وعادات وتقاليد يعد كنزا إنسانيا يعكس روح المجتمع وثرائه الثقافي، وكما أن يؤكد أن التنوع مصدر قوة وجمال. في هذه المناسبة نوجه التحية لكل من يسهم في حماية هذا الإرث، ولكل من يحمل لغته فخرا واحتزازا، مؤمنا بأن الحفاظ على التراث مسؤولية جماعية ورسالة للأجيال القادمة. يتقدم راديو دارندوكا بتحية خاصة إلى أمة المساليد داخل السودان وفي مراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، احتفاء بلغة تحمل تاريخ الأجداد وروح الهوية والتراث. معا فلنحافظ على لغتنا، فهي ذاكرة الشعب وأمانة للأجيال القادمة. لغة الأجداد أمانة الأحفاد. راديو دارندوكا صوت الهوية والتراث. لغة المساليد ذاكرة لا تموت. تحدث بلغتك واحفظ جذورك. هنا راديو دارندوكا من قلب التراث. يهيئ راديو دارندوكا في اليوم العالمي للغة المساليد 18/5 تحت شعار لغة الأجداد أمانة الأحفاد. تابعوا برامجنا الخاصة وشاركونا بالتفاعل والرسائل احتفاء بلغة الهوية والتراث. راديو دارندوكا صوت الإنسان والتراث. يجمعنا التراث وتوحدنا الهوية، ونلتقي على مساحات الثقافة لنروي حكاية لغة ما زالت تنبض في القلوب وتعيش في وجدان الأجيال. وختاما، فلنجعل من هذا اليوم مناسبة للتأكيد على أهمية لغتنا وثقافتنا.
ونعمل جميعا على إبقائها نابضة بالحياة، حاضرة في كل بيوتنا وإعلامنا ومجتمعاتنا. كنت معكم سمية جوز عبر أثير راديو دارندوكا 1919. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. نحتفي فيها بلغة المساليج، لغة الأصالة والانتماء، ونفتخ من خلالها نوافذ الفخر بتاريخنا وتراثنا العريق. كان معكم في التقديم محمد الصادق.